السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. حلقة جديدة وتأملات على الشعر. مرفوض مفروض، المرفوض مفروض، والمفروض مرفوض. كلمة لو دققنا فيها وغيرنا حروفها تدي عكس المعنى تمامًا. المرفوض عكس المفروض، والمفروض عكس المرفوض. هذا هو واقع مجتمعنا، واقع بلدنا. اللي فيها المرفوض مفروض والمرفوض مفروض. مجتمعنا الذي هو تركيبة عجيبة من جميع الفئات، بجميع الاتجاهات، جميع يعني في تركيبة توليفة عجيبة في المجتمع المصري بتاعنا. يعني حاجات متناقضة كتيرة، يعني ما بالاغيش لو قُلت دول أشبه بأمريكا، مع الفارق طبعًا من اختلاف وجهات النظر واختلاف البشر والألوان والآراء والشخصيات لكن عايز أقول إن إحنا لو حبينا نوصف بلدنا هنقول إن إحنا يحيطنا تلات دوائر انتماء. الدايرة الأولى إن إحنا مصريين، الدايرة التانية إن إحنا عرب، الدايرة التالتة وهي إن إحنا مسلمين. دي دوائر الانتماء التلاتة. زي ما قُلت الشخصية المصرية توليفة عجيبة، حاجات كتيرة أوي. يعني نشوف بقى، ما نرجع تاني لموضوع المفروض مرفوض والمفروض مرفوض. كنت قاعد مع صديق ألماني في إحدى الفنادق. فبعد ما دردشنا شوية كلام من ده، قال لي حاجة معينة. قال لي: "أنتم إزاي قاعدين على 4% بس من مساحة بلدكم؟" سؤال وجيه. إزاي قاعدين على 4% بس من مساحة بلدكم؟ ده يعكس، لو حابين نجاوب على هذا السؤال أقول ده يعكس روح التواكل وروح الكسل للأسف لدى الإنسان المصري من حوالي 200 سنة. تلاقي الفلاحين اللي هم منتجين المحاصيل اللي إحنا بنعتمد عليها في أكلنا، يستنوا المَيّة، فيضان الأمطار، وكل حاجة تحصل بشكل هو ما لوش دخل فيه غير هو بس يحرث الأرض ويزرعها، وبعد ما يحرث الأرض ويزرعها ويحط البذر يستنى الحصاد وخلاص. ما عندوش روح ابتكار، ما عندوش روح الإبداع، ما عندوش روح التفكير في التفوق والتميز. هذه هي الإجابة على سؤال صديقي الألماني. نيجي بقى للواقع المصري ونشوف المرفوض والمفروض. الأول نمسك المرفوض. برضه أنا عايز أقول العالم بيبُص لينا نظرة شفقة. إزاي يكون عندكم الحضارة دي والآثار دي وكل الإمكانيات إنكم تكونوا من أكثر الأمم في التقدم والتفوق، لكن ما نراه الآن هو التقلُّب بعينه. هنشوف بعض الظواهر اللي باحب أشير إليها في موضوع إن إحنا المرفوض عندنا، السلوكيات المرفوضة وهي كده. رشوة. كنت باتفرّج على فيلم ألماني كان مترجم، بيصوّر واحدة جوزها مات وساب لها، واحدة عايشة في الخارج في أوروبا. جوزها مات وساب لها ورث موزّع على كذا بلد في الدنيا، موزّع على الهند وموزّع على إنجلترا وأمريكا اللاتينية، وموزّع على مصر. في جزء من ثروته موجود في مصر. راحت زارت مصر، رجعت مصر عشان تاخد الحق القسط بتاع زوجها المتوفي، نصيبها في التركة من إحدى مكاتب البريد. الفيلم يصور مسألة الرشوة. هذه المرأة الأجنبية دخلت إلى مكتب البريد و ووسط شباك التعامل، فوجدت السيدة محجبة وهي لا تمُت الأخلاق بصلة، وهي للأسف محجبة. بعد ما كلمتها هذه الست الأجنبية، السيدة الأجنبية السائحة الأجنبية،
عن الموضوع والموظفة عرفت كل حاجة في تفاصيل الموضوع، فجات تخلّص الورقة قامت لاقية عايزة فلوس. يا الفضيحة! العالم بيضحك علينا، الرشوة منتشرة، الفساد مستشري، دي حاجة. الحاجة التانية يعني برضه كان في فيلم تاني اسمه كايرو تايم، ده فيلم إنجليزي. بي ب عايز أقول قبل ما أتكلم في تفاصيل الفيلم الذي يسخر من المجتمع المصري، عايز أقول إن أكبر نسبة معاكسات يمكن في الدول العربية، يمكن في العالم كله، معاكسات في الناس الفتيات، أكبر نسبة معاكسات هي اللي في مصر، ولا أبالغ. هذا الفيلم الذي قُلت لكم عليه إن هو اسمه كايرو تايم، كان جايب سائحة جاية مصر تزور مصر، وفاهمة إنها بقى تتفسح وتنبسط وبتاع، تيجي تنزل الشارع تلاقي الكلاب يعاكسوها، وكله يبُص عليها، لدرجة إن إحدى السيدات للأسف محجبة، ولا تمُت للدين بصلة، خبطتها وهي ماشية، وفضلت ترمي عليها كلام قبيح ظهر في هذا الفيلم لتكون الفضيحة بشكل علني على مرأى وأسمع من العالم. يعني برضه كان كنت باتفرّج برضه على برنامج في محطة BBC الإنجليزية بالإنجليزي، فكانوا مستضيفين أحد الخبراء في السياسة، وهو متبحر في السياسة إلى أبعد مدى. جات سيرة مصر، كان وقتها في انتخابات رئاسة وجات سيرة مصر. ماذا قال هذا الرجل الخبير في السياسة؟ قال إن الواحد يعني بيستعجب إن في مصر بيصدقوا بالديمقراطية، والرئيس عندهم بينجح بنسبة 99%. هي هلّت من الضحك. يعني هل ده يرجع مش عارف، يعني الواحد أقول إيه يعني، أرُد أقول مش عارف. برضه ونشوف بقى قبل ما نتكلم على حسنات المفروض في مصر، عايز أقول حاجة. في ما الواحد لو لاحظ الحوادث اللي بتنشرها الجرايد وتيجي على النت، حاجات غريبة، حاجات شايب. يعني أول حادثة حصلت سنة 92 في رمضان 92، هي مسألة فساد العتبة، اغتصاب فساد العتبة في ميدان عام. باقول لكم مصر خليط من القذارة، وخليط من التقوى، وخليط كل شيء تلاقيه في مصر. الطيبة، السذاجة، الجبن، المكر، الخداع، خليط غريب عجيب فريد في الشخصية المصرية. إزاي فتاة تغتصب في ميدان عام؟ سبحان الله. تاني جريمة، حاجة تضحّك، أقولها أذكرها كطرفة. امرأة وعاشقها حبّوا يتخلّصوا من الزوج، قتلوه لغاية هنا ده كده وكل قتلوه، يعني حاجة تعزية زي ما بنشوف يعني. الغريب في الموضوع المضحك إن الزوجة بعد ما قتلت زوجها ومساعدة عشيقها، قطّعوا الزوج قطع وعملوا شوف سلقوا الزوج في الحلة، س جثته قطّعوها قطع. ثم سلقوا، حاجة تضحّك يعني. يعني حتى واحد يقول لك يعملوا شوربة تشرب شوربة جزر يعني. حاجة يعني، ده هو الواقع المؤلم اللي إحنا بنعيشه. وأرجو أن العالم ينظر إلينا نظرة احترام، لأن إحنا عندنا ثلثين آثار العالم. دي كانت الحاجات المرفوضة في المجتمع. كيفية العلاج، وهذا هو الجانب الآخر من كلمة مرفوض، هنشوف المفروض إيه. العلاج الداء والعلاج، لكل داء دواء. عندنا أمراض اجتماعية، أمراض اقتصادية، أمراض في الاقتصاد، أمراض في كل ده عايزين نصححه في الجزء التاني من هذه الحلقة، وأنا باسميه المفروض. يعني لو شُفنا مرفوض، ولو غيّرنا في حروف الكلمة هيبقى المفروض. شوف المفروض إيه. أنا عايز أقول حاجة بالنسبة لموضوع إن مصر دولة دينية من أعلى الفراعنة، والإنسان المصري متدين بطبعه، ضميره متدين. لو أيقن الناس المسؤولين عن السياسة في بلدنا والكلام ده، الحقيقة أنا عندي اقتراح، أو هذا الشيء أعتقد إنه
مفيد جدًا إن إحنا نرجع نكون يكون شيخ الأزهر له السلطة أكبر من رئيس الجمهورية. شيخ الأزهر لابد أن يوضع في المقدمة قبل رئيس الجمهورية. دي حاجة، الحاجة التانية ثقافة الحرية، عندنا ثقافة الحرية، وأكبر بالدليل على هذا هوجة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق المخلوع. ح التج الديمقراطية جات له مرة واحدة، ناس كانوا مكبوتين عشرات السنين. في هذه المظاهرات أعتقد إنها تفريغ للكبت وليس ثورة على الأوضاع، تفريغ للكبت. ثم شوف حصل حاجات غريبة، باقول لك هذا الشعب خليته توليفة عجيبة من البشر. الناس اللي هم اللصوص في وسط المظاهرات، ونشوف حاجات غريبة حصلت في هوجة 25 يناير. حصل سلب ونهب، حصل حرق المجمع العلمي، محاولة اقتحام المتحف المصري. هل دي ثورة؟ ناس جات لها الحرية مرة واحدة. يعني إنسان مكبوت خالص فجأة مجموعة زي واحد مثلًا فقير جدًا مرّة اديته مليون جنيه، طبعًا لازم هيصرفوا المليون جنيه يروح يصرفوا في الهبل ولأي كلام يعني يعني الحرية جات مرّة واحدة بدون مقدمات، فحصل هذا التشنج وحصلت تلك الصدمة الكهربائية التي جاءت من الناس اللي هم مكبوتين فجأة إلى ناس متحررين إلى أقصى درجة. هذا مرض اجتماعي. تالت بقى حاجة برضه المفروض نعملها، دي مسألة المفروض مرفوض والمفروض مرفوض، المفروض مرفوض والمرفوض مفروض. تالت حاجة يعني معامل السياح، ما عندناش ثقافة إزاي نعامل السياح. عندنا حضارة 7000 سنة، والسائح ما بيجيش مصر لإنه عارف إن هو سيتعرض للابتزاز والنصب، فيكف عن زيارة مصر. دولة تانية زي إسبانيا، دولة تانية زي إيطاليا، ما عندهمش الثروات السياحية بتاعتنا، الفراعنة والآثار الإسلامية وكذا وكذا، لكن بييجي لهم ملايين من السياح لأنهم عارفين إنهم هينبسطوا، مش هيتعرضوا للابتزاز، مش هيتعرضوا للنصب. هذا هو. لابد أن نوعي الناس، والناس يبقى في ضميرها إن هذا لمصلحة الوطن، وإن السياحة عندما تنتعش ده في صُب في مصلحة الرفاهية وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري البسيط. لكن قبل ما أختم، أنا قُلت لكم إن إحنا عايزين إحنا دولة دينية، وقُلت أيضًا إن لابد وهذا اقتراح وأعتقد إنه في ناس نادوا بيه من حوالي من 40، 50 سنة، لكن أنا باعيد هذا الاقتراح وأقول لابد أن يكون لشيخ الأزهر للأزهر مكانة. الأزهر بيتعلم فيه ناس من كل الدين من كل أنحاء العالم، الدول الإسلامية، حتى ناس مستشرقين ييجوا يتعلموا فيه. وبمناسبة هذا عايز أقول إن إحنا لابد نهتم بالصناعة، دي حاجة وإتقان الصناعة، وهذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه." إذا أتقنا الصناعة عندنا هننافس الأسواق العالمية، وتأتينا العملة الصعبة على طبق الدهب. تنعش به الاقتصاد وترفع من مستوى معيشة الإنسان البسيط المطحون المغلوب على أمره. تاني حاجة النظافة والإيمان، ده برضه عليه الرسول. في اليابان إحنا بنقول على اللي بيكسر الشوارع ده للأسف بنقول عليه الزبال، لكن في اليابان عندهم هذا الرجل الذي يقوم بعمل نظافة الشارع اسمه مهندس النظافة. مهندس النظافة يتقاضى مبالغ كالوزير تمامًا، وله احترامه وتبجيله وتوقيره في المجتمع اللبناني. النظافة هذا ما دعا إليه النبي من 15 قرنًا، وده يعني كان مضمون هذه الحلقة التي هي بعنوان مرفوض ومفروض في مصر. إزاي نخلي المفروض هو الشيء الكويس هو المفروض، ولا يكون المفروض هو المرفوض. وأرجو أن تكون هذه الحلقة نالت استحسانكم، وعلى بالله طالما فشلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علاء سعيد. ألف شكر.